السوق ديالك اسيدي غادي تعرفوا ملي غتفيق فيك هذاك الفضول اللي شحال هو غير ناعس، وغتبدا كتنبش وكتقلب في السوق وفي المنافسين ديالك، تعرفهم شكون هما، شنو هما نقاط الضعف والقوه ديالهم، شحال كيبيعوا في النهار مثلا ولا في الشهر، منين كيجيبوا السلعه، بشحال كيشريوها، شنو هما الحوايج اللي كيتمشاو ليهم مزيان، شنو اللي لا، امتى كتكون الدعوه محركه وامتى القضيه كتكون ميته، هذاك الكليان اللي كيشري شنو الحوايج اللي كيعجبوه، شنو هما الحوايج اللي ما كيعجبوهش، شنو هما الحوايج اللي كيفتقدهم مكره شكون كانوا الى اخره. ولكن قبل ما دير هادشي غادي خصك تكون انت ديجا عرفتي شكون الفئه المستهدفه ديالك اللي هضرنا عليها في الفيديو اللي فات، تقدروا ترجعوا تشوفوه. ومن بعد كاين واحد النقطه مهمه اخرى خاصني نقولها لك، هو ان معرفه السوق ماشي فيها غير تعرف فين غتبيع بالضبط، ولكن تكون عارف اي حاجه عندها علاقه بهذاك الشيء اللي انت كتبيع او هذيك الخدمه اللي انت كتخدمها، يعني تكون عارف لا شين دو فالور كامله، منين كدوز مثلا هذيك السلعه ديالك من لا ماتيير بروميير او المواد الاوليه حتى من مورا ما كيلوحها لو كليون في لا بوبيل حاشاكم، وتبقى متبع الاخبار على المستوى العالمي ماشي غير في هذيك البلاصه اللي انت فيها. حيت مثلا ناخذ مثال ديال كورونا فاش سمعناها بدات اول مره في الصين في 2019 ما تسوقناش وشوفوا فين وصلاتنا. حاجه اخرى ما كناش مسوقين عاوتاني روسيا شنو كدير في اوكرانيا، وشوفوا دابا فين وصلاتنا، ولينا كنفكروا الشلاضه واش نديروها ولا ما نديروهاش باش نقتصدوا. دونك اي حاجه بسيطه كتوقع في واحد البلاصه كيكون عندها داك تاثير الفراشه.